من سمع. جئنا لنشارك اخواننا المغاربه في افراحهم بذكرى المسيره الخضراء التي مثلت عبقريه الملك الحسن الثاني. جئنا هنا بين اهلنا واخواننا مؤكدين على موقف اخلاقي، موقف اسلامي، موقف يعني طبيعي جدا اننا مع وحده التراب العربي والمغربي واي دوله عربيه، لا نرضى بالتقسيم. أنا يمني أعاني من التقسيم في بلدي وأدري ما هي ويلات التقسيم وماذا يعني، وأن هناك تآمر على تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ. لذلك كان له موقف صريح وواضح بمغربية الصحراء ورفض أي محاولة لفصل الصحراء عن مغربها أو المغرب عن صحرائه. فكرة تقسيم، ما فيش أي مواطن عربي يقبل بتقسيم أي دولة عربية، وإحنا ضد أي تقسيم أي دولة عربية. بالنسبة لزيارتنا في للمغرب دي كانت أول مرة، ويعني إحنا فوجئنا يعني على معلوماتنا إن المغرب زيها زي بعض الدول العربية، مفيش أي بنية تحتية أو كده. فبصراحة انبهرنا بالبنية التحتية اللي شفناها في المغرب في كل المدن اللي زرناها. أنا شخصيا بالنسبة لمدينة العيون كان في مفهومي لغاية امبارح بين صحراء، مجرد صحراء، شوية بيوت في الصحراء، أكواخ أو كده. لكن انبهرت لما لقيت مدينة كاملة متكاملة، مدينة حديثة، بنية تحتية. بنسمع كتير عن المغرب وقد ايه المغرب جميلة، بس طبعا اللي سمع غير اللي شاف. لما جينا طبعا احنا يشرفنا ان احنا نبقى موجودين في الاحتفالية العظيمة دي، مرور 47 سنة على المسيرة الخضراء. وزي ما قال اخونا حمو، احنا حسينا حب المغاربه وقد ايه هم شعب جميل ومضياف ومش عارفين نقول ايه من الحفاوه اللي احنا شايفينها. دي حقيقه يعني.